علمت أكشن يا دوري من مصادر مطلعة ليست من نادي الاتحاد للتوضيح يعني. الآن في قضية صايرة في مواقع التواصل واليوم على موضوع طيران الاتحاد ونادي الاتحاد. أنا بشرح لكم الموضوع إيش اللي صاير. مشكلة نادي الاتحاد أن نادي الاتحاد مصر أن يكون الدخل الإعلاني لقميص النادي والشركات الراعية مجموعها يكون أكبر رقم، ويعزز هذا وجهة نظر الشركة المسوقة ونادي الاتحاد. يقولون إيش؟ بما أن نادي الاتحاد هو الأعلى والأكثر جماهيرية في الحضور في هذا الموسم، فهذا رقم يستحق أن يكون التعاقد فيه مع الرعاة على نفس المستوى. هو شيء صعب. جلسوا فترة يناير الماضي، يناير فبراير، في مفاوضات مع عدد كبير من الرعاة. جزء منهم قال احنا ما نقدر ندخل في نص الموسم، وهذا معروف. قالوا نبتدي على موسم جديد. الاتحاد محدد فترة زمنية معينة يبغى فيها التعاقدات، يعني مدة عقود 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، بحيث ان الاتحاد يريد ان يحصل خلال الخمس سنوات المقبلة اللي هي مواسم 16 17 18 19 20، الخمس سنوات هذه الاتحاد يريد 750 مليون ريال سعودي. هذا رقم كبير جدا كرعاة. استطاع يتفاوض الآن، استطاع أن يتجاوز حوالي 60% إلى 65% من عدد الرعاة اللي تم الاتفاق معهم. أنا الآن يعني عندي معلومات بس ماني مخول حقيقة للإعلان عنها، وفي اتفاقيات بين نادي الاتحاد والشركة المسوقة مع بعض الرعاة اللي هي اتفاقية السرية اللي لا يعلن عنها إلا يعني وفق ظروف معينة، طريقة معينة للشركة أو في أوقات معينة. أنا بعطيكم المعلومات المتوفرة الآن، وأتمنى يعني يكون واضح لكل أنصار نادي الاتحاد أن هذه المعلومات يعني لا تقبل الشك. ما في شيء طبعا لا يقبل الشك، لكن هذه المعلومات تم التأكد منها بشكل كبير جدا. طيران الاتحاد غير صحيح أنه ألغى تعاقده مع الاتحاد، لأنه طيران الاتحاد لم يتعاقد مع نادي الاتحاد السعودي، وطيران الاتحاد لم يوقع عقد أصلا مع نادي الاتحاد عشان يلغيه. اللي حصل نادي الاتحاد كان في تفاوض مع طيران الاتحاد الإماراتي في إمارة أبو ظبي خلال فترة الأربع أشهر أو 3 أشهر الماضية. انتهت مرحلة التفاوض والعلاقة بين الاتحاد وشركة الطيران بالنص أبلغت أنها وفاق تام، وأؤكد أن المعلومات ليست من نادي الاتحاد، ليست من أعضاء شرف نادي الاتحاد، ليست من أحد من أطراف نادي الاتحاد. طيران الاتحاد على وفاق تام مع نادي الاتحاد السعودي، وانتهت مرحلة التفاوض ويتم حاليا استكمال إجراءات التعاقد، مدته، المبلغ، المزايا اللي راح يحصل عليها، ايش شكل التعاقد. مش بالضرورة يكون على فكرة قميص نادي الاتحاد، قد يكون هناك شكل معين من الشراكة. نادي الاتحاد الآن أو عنده اتفاقيات مهمة مع، راح يكون في مشروب رسمي للنادي، راح يكون في تأمين طبي للنادي، راح يكون في سيارة رسمية للنادي، راح يكون في شركة طيران للنادي، راح يكون في مشروب يعني مياه للنادي، يعني في أطراف. راح يكون الاتحاد عنده حوالي 14 أو 15 راعي، كل راعي راح يكون في فرع من فروع المنتجات. متى يعلن؟ بالتأكيد الاتحاد سينزل أول مباراة في الدوري المقبل بقميص مزدحم بالإعلانات. متى سيعلن؟ لست مخول بالإعلان، لكن هذه المعلومات استطعت الحصول عليها اليوم بعد ما وجدت الضجة اللي صارت تتكلم نادي الاتحاد سحبوا عليه طيران الاتحاد. لا، الكلام هذا كله غير صحيح. نادي الاتحاد قيمة كبيرة ومغري لأي منتج ولأي شركة لديها إمكانيات، لديها فكر تسويقي. نادي الاتحاد ما في شك يشكل كتلة بشرية مهمة في الشارع والمجتمع السعودي. قاعد أقرأ المنشن، بعض الإخوان قاعد يعلقون على موضوع خبر الاتحاد. أنا أعرف حساسية المنافسة بين الأندية السعودية، بس عليك أنك تتقبل فكرة أن الاتحاد راح يكون عنده عدد كبير من الرعاة، راح يكون عنده مبلغ كبير ياخذه من الرعاة المجتمعين. أنا عارف أنها مزعجة وبعض الجمهور ما وده، بس هذا اللي بيصير. تحمل، تعود أو تهيئ نفسيا.